معبد بسطت. بسطت من كلمة بسطة، وهي موجودة حاليا في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية. الشرقية بيطلق عليها في علم اللغة القديمة أو الكتابة المصرية القديمة سان الحجر أو صاء الحجر. بسطت، بسطة اللي هي تل بسطة موجودة بالظبط فين؟ في السوق التجاري اللي موجود أو في وسط المدينة اللي موجود حاليا في مدينة الزقازيق. أعدي شريط السكة الحديد في محافظة الزقازيق هلاقي متحف رائع اسمه متحف القطط. تل بسطة، بسطة، بسطت، بس جت منها كلمة بسة، وكلمة بسة يعني قطة في الثقافة المصرية القديمة. ارجع لفلسطين، البسس، خلي بالكم اللفظ اللي بخرجه من لساني، البسس يعني القطط. الشعب الفلسطيني بيقول على القطط البسس. أما في مصر تل بسطة، بسطة، بسطت، بس القطة. القطة كانت تعبد في مصر القديمة، وهذا ما قاله أبو التاريخ العلامة المؤرخ الإغريقي هيرودوت، أنه وجد 700,000 من الشعب المصري يتوجهون إلى معبد القطة. بناء عليه أهمية القطة في مصر القديمة. لما أجي أشوف الشكل الأول اللي أشرحه دوت، لازم أشرح أهمية نهر النيل عند المصري القديم. هلاقي كده لما هتبصوا على الشكل دوت هتلاقي فيه قطة. دقق الشكل، دقق قوي في النظر إلى هذه اللوحة. اللوحة دي موجودة فين بالضبط؟ موجودة في معبد الكرنك. هتبص حضرتك وهتلاقي القطة في الوضع واقفا، أمامها زهرة وهي زهرة اللوتس، وزهرة اللوتس هي عبارة رمز المشرق في شروق الشمس وغروب الشمس. فالقطة الربة بسطت عندما كانت تعبد في مصر القديمة فهي رمز للحياة الأخرى. فالمتوفي اللي هو الديسيزد، المتوفي عندما يتوفى فيذهب إلى العالم الآخر فيتمتع مع شروق وغروب الشمس اللي هي زهرة اللوتس اللي هي أمامها على طول شكل زهرة اللوتس. وهلاقي بص حضراتكم فوق كده جنب الرأس جنب الهيد هتلاقي بسطت، ده مكتوب باللغة الهيروغليفية. بقراه منين؟ بقراه من الشمال إلى اليمين. بسطت، البي الحرف الأول، الريشة ديت حرف الألف، التي اللي هو الطبق اللي محطوط، علامة المخصص اللي فوق الطبق في اللغة. ده اللي بشرحه ده اسمه جرامر، اللي بشرحه ده اسمه جرامر، يعني علم قواعد اللغة الهيروغليفية. هقولها تاني، البي في الأول، البي، وبعد كده حرف الإيه اللي هو الريشة، بعد كده التي ده اللي هو حرف الطبق فوقيه علامة الشمس اللي هي الرع، بعد كده المخصص بسطت في الآخر الطبق الصغير دوت اللي هو الكلمة على بعض مفهومها بسطت الربة القطة في مصر القديمة. تاني الشكل ده موجود فين؟ الشكل ده موجود في معبد الكرنك. يعني ايه معبد الكرنك؟ يعني 131 عمود موجود فين؟ موجودين في البر الغربي، الويست بانك، موجود في مدينة الأقصر. ده الاسم الحديث. الاسم القديم مدينة ثيبنز اللي هي طيبة التي كانت عاصمة مصر في الدولة القديمة. هرجع أبص ألاقي
لأهمية نهر النيل بالنسبة للمصري القديم. نهر النيل له وجهين، هو يعتبر وجهين لعملة واحدة. يعني إيه وجهين لعملة واحدة؟ نهر النيل بيشتمل على الوجه الأول، الوجه الأول وهو الخير. خير يعني إيه؟ يعني في فيضان، يعني في سمك، يعني في صيد، يعني في خير للمصري القديم، لأن المصري القديم كان بيعيش على الحيوان، فالحيوان بالنسبة له هو الزراعة، فالحيوان بالنسبة له مصدر الخير، ده ثروة حيوانية، فالحيوان ده بالنسبة له هو اللي هيجيب له المال، هو اللي هيجيب له الخير ليه ولأسرته. الوجه الآخر بالنسبة لنهر النيل عندي الكروكودايلز اللي هم التماسيح، وعندي كمان فرس النهر. فرس النهر لما يجود في نهر النيل هيعمل ايه؟ فرس النهر هيطلع من نهر النيل عشان ياكل العشب الأخضر، وأي لون أخضر هيعمل فيه ايه؟ هياكله، هيتناوله، ده طعام فرس النهر. فبيعمل لي ايه؟ بيعمل لي عملية تنظيف للبيئة. ده بالنسبة لنهر النيل. الشكل اللي هنشوفه دلوقتي ده موجود في معبد الأقصر. الشكل اللي حضراتكم شايفينه الوقت دقق أو في النظر. بص تحت الصورة في ايه؟ في أوز، في أوز موجود اهو، في سمك موجود اهو، موجود في طيور موجودة. الأوز عندي سمك، عندي طيور. اللي واقف دوت اللي هو الشخص اللي واقف ده المصري القديم بيعمل ايه؟ بيعمل عملية هانتنج. هانتنج لإيه؟ هانتنج في نهر النيل عشان يقدر يعيش، فبيعمل عملية هانتنج للسمك اللي خارج من نهر النيل. هقف عند هذه اللوحة وهشرح دي جنزة اللي أنا بقوله دوت. الأوز اللي تحت ده أوز، ده الأوز لم يؤكل، هذا الحيوان لم يؤكل في مصر القديمة. ليه؟ المصري القديم ما بياكلش وز، بنقول عليه باللغة الألمانية دي جنزة. ما بياكلش وز ليه؟ لأن الأوز في مصر القديمة كان طائر مقدس وكان يعبد. اللوحة دي لوحة الأوز. لوحة الأوز دي موجودة فين؟ يلا بينا نروح المتحف المصري. نخش من المتحف المصري من البوابة الرئيسية دي هاوبت اينجانج شمال. لما نخش شمال هنخش يمين، قبل ما تطلع السلم هتخش يمين، هتمشي آخر الكوريدور، آخر غرفة على اليمين خش فيها. لما تخش في الغرفة اللي على اليمين ديت هتلاقي فيه دير سكرايبر، دير شرايبر الكاتب، اللي هو قاعد وحاطط البابايروس على رجله وبيعمل بينصت لمين؟ بينصت للملك، بينصت للوالي عشان يديله الأوامر إن هو يكتب. السكرايبر أو الكاتب كان ذو مركز مرموق في الدولة القديمة. أسيبني من الكاتب، هبص كده هلاقي خفرع أمامي، التمثال البازلتم الأسود أمامي، فوق على طول على كتافه الفالكون النسر بيحميه من العالم الآخر، بدأ بنقول عليه ده أين سيمبول فون شيتسه، ده رمز الحماية لمين؟ لخفرع. مين هو خفرع؟ خفرع اللي هو أبو خفرع اللي هو كيوبس، كفرن ماكارينوس، يعتبر ابن كيوبس الأسرة الرابعة. هسيبني من التمثال دوت البازلت الأسود. اللي شمال على طول هلاقي في تمثال لشيخ البلد دير مير فور ايندورف، اللي هو ذا مير اوف ذا فيليج ان ايجيبت، اللي هو عمدة البلد، ماسك كده عصاية في ايده، عينيه من الكورتواز ده اتوجد بالصدفة في احدى القرى المصرية، مصنوع من الخشب. ورا اللوحة ديت في على طول باب الايكا، اللي هو الايكا اللي هو الباب المزور، الفولس دور، عشان الباب دوت لما الحرامية او اللصوص يجوا يخشوا المقابر هلاقي الايكا اللي هو الباب ده يعمل عملية بلوك للمقبرة وعليه بعض الكتابات الرغيفية. اللوحة اللي قلتها دي لوحة دي جنزة، جنب لوحة الإيكا على طول هتلاقي لوحة رائعة. الأوز وهو في الغيط بيعمل إيه؟ بيلتقط الديدان. لوحة رائعة
في متحف المصري القديم، والأوز كان مقدس. يبقى أنا عرفت كده مكان اللوحة فين، جنب باب الإيكا اللي هو موجود في آخر غرفة في الدور الأول في المتحف المصري، جنب الإيكا على طول هذه اللوحة الرائعة. أرجع تاني إلى الشكل اللي اتعرض حاليا بالنسبة لي المصري، وهو بيعمل عملية هانتنج للسمك. لما ياكل السمك، خصوصا السمك ده رمز الخير في مصر القديمة. أقف عند كلمة السمك، ارجع إلى التاريخ القبطي والمسيحية داخل مصر بقدوم ماري مرقس في القرن الثاني إلى الدولة المصرية. السمك، ما أهمية السمك بالنسبة للمسيحيين؟ السمك رمز إيه؟ رمز الخير. السمك رمز الخير، رمز إن في مثالية مطلقة. السمك بيدل على إن في سمو في الخلق، في سمو في التعامل مع الآخر. ده رمز السمكة. اللي أنا بقوله ده عبارة عن جزء كبير من الحضارة القبطية، دي كوبتشا سيفيليزاسيون، ده كوبتك سيفيليزيشن. فين؟ في مصر. ارجع اسكندرية، مدينة الإسكندرية، متحف الإسكندرية. خش متحف الإسكندرية اهو، ده موجود فين؟ موجود في مدينة الإسكندرية. مين اللي أسس الإسكندرية؟ الإسكندر المقدوني، اللي صام 4 أيام. خلي بالكم الكلام، اوعى تنام مني. معلومات كتيرة، امسك الخشب وانت بتتفرج. الإسكندر المقدوني عمل ايه؟ 4 أيام صام. عشان ايه؟ عشان حصانه مات. فعشان كده 4 أيام صام بكاء وحزنا على حصانه. لما أسس مدينة الإسكندرية الإسكندر المقدوني الثالث، لما كان عنده 25 سنة ومات حصانه، المتحف رائع مدينة الإسكندرية. هخش المتحف مدينة الإسكندرية من البابا الرئيسية. لما اخش كده هلاقي شمال السمك، الشكل اللي انا شفته ده، هلاقي فيه سمك، موجودة رموز السمك في الحضارة القبطية. هلاقي السمك موجود هناك، وده رمز الخير ورمز العلو والسمو بالنسبة للمسيحيين. يبقى إذن من هذه النقطة، وهي متحف الإسكندرية اللي موجود في مدينة الإسكندرية في البهو الرئيسي لهذا المتحف، هلاقي شكل الأسماك موجودة، وده رمز مهم جدا بالنسبة للمسيحيين. الشكل ده متكرر فين؟ روح المتحف القبطي الدور الأول، هتلاقي فيه برضو أسماك كثيرة وجدوها في الآثار الغارقة. اقف عند الآثار الغارقة. آثار الغارقة في مدينة الغردقة، لقوا إن في بعض آثار غارقة نتيجة العوامل التعرية كانت تحت المية في مدينة الغردقة. البعثات الألمانية داخل مصر لقوا في بعض الآثار ديت في مدينة الغردقة، اسمها الآثار الغارقة. الآثار الغارقة ديت وجدوا في أشكال الأسماك من الحضارة القبطية، خدوها حطوها فين؟ في المتحف القبطي اللي أسسه سمير باشا سبيكة. أرجع إلى هيرودوت وأحاديثه عن القطة في مدينة بسطة أو تل بسطة محافظة الزقازيق.